ازاي تلاقي الشغل وبكام، وازاي ما انت مش عارف لغه روسيه ازاي لقيته، والكلام ده كله. الحاجه في روسيا دلوقتي انت بتروح تاكل ما بتفكرش اصلا عليه مقاطعه ولا لا، لان اصلا في روسيا ما فيش حاجه عليها مقاطعه. بنضف بمسح ارض وبغسل مواعين وصواني من الاخر كده، جاي روسيا عشان اغسل صحن يا جماعه. مبدئيا كده يا جماعه دي ثالث مره نسجل فيها الفيديو ده، دي تمام؟ ثالث مره نسجل فيها الفيديو ده فيطلع لو نزل لكم وشفتوه ما عجبكمش اعرفوا ان بسبب الراجل ده. الحمد مبدئياً لله. كده عايز يعمل لكم المختصر المفيد الزتونه يا رجاله. ازاي تلاقي الشغل وبكام، وازاي ما انت مش عارف لغه روسيه ازاي لقيته، والكلام ده كله، عشان برضه واحد ما يملش. بص 3 مطاعم. للاسف كاميرات كل شويه بتطفي كل شويه كاميرات بتطفي. قول يا عم. يا عم اشتكي براحتك يا جماعه. شكله غير لما زل يا عم. قول يا عم. بص انا اشتغلت في 3 مطاعم، كي اف سي، برجر كينج، كيبابنك، بالترتيب ماشي. اول واحده كان برجر كينج. عايز تشتغل يا اسطى بسيطه خالص، في شركات على افيتو بتدخل افيتو، في شركات وساطه المطعم بيكون عايز موظفين فبيقول لشركه التوظيف ان هو محتاج موظفين، شركه التوظيف بتستنى ناس تكلمها، بتروح بتشتغل، شركه التوظيف بتاخد فلوس من وراك. انت مثلا لو اشتغلت 100 ساعه فالشركه بتاخد اول دفعه من فلوسها مثلا. يعني مثلا في كي اف سي ده مش مرتبك. مش مرتبي، لا مش مرتبي، ما يخش مرتبي. كي اف سي بده 10000 اول ما الموظف يشتغل بعدها باسبوعين بيدوا له اول 4000، وبعدها مثلا بشهرين او 3 في كده امتحان بيتعمل، يبقى الموظف ساعتها ايه مش عارف بيسموها ازاي، اتشال منه لقب المبتدئ وبقى خبير، بقى محترف، تمام، بقى عارف كل حاجه في المطعم. الاختبار ده بعد بشهرين 3 لو الشخص عداه وبقى فعلا محترف وكده، الشخص اللي جابني بياخد 6000 تاني، تمام. وده النظام بتاع الشركات هنا، تمام. اول سكه. تاني سكه انك انت مثلا واحد صاحبك شغال، يعني انا في برجر كينج اشتغلت بالطريقه دي، كلمت شركه ومش شركه وحصلت دراما كتير في النص، بس طبعا عم خالد عايز المختصر المفيد فانا مش هحكي لكم الدراما وبدخل لكم في المفيد على طول. والفيديو مش هيعجبكم وهتشتموا فيا وفي الراجل ده، بس ماشي اشتموا في التعليقات بالله عليكم. هو مش عايز اخليها اتكلم، بيقمعني يا جدع، بيقمعني، بس عامه قشطه. والله الكاميرات كل شويه بتطفي. عامه قشطه. سجلنا 15 دقيقه طفت، 17 دقيقه طفت. قول يا عم. صدقك. المهم برجر كي اف سي اشتغلت فيه عن طريق واحد صاحبي. كي اف سي محتاجين ناس ومش محتاجين ناس ومش عارف ايه، رحت كي اف سي يا جماعه، رحت هناك عملت مقابله من هنا، اشتغلت بقى في نفس اليوم حرفيا، تمام. اول واحد عربي يشتغل بالظبط. لا احنا في كي اف سي دخلنا خلاص، برجر كينج راح. برجر كينج راح. برجر كينج كنت اول واحد يعتبر، بس في قصه في الحته دي، بس طبعا ما فيش وقت نحكيها. يا عم قولها يا عم. يا عم مش احكيها انا. احكيها انت. برجر كينج لما تروح تشتغل كلمت المديره قلت انا عايز اشتغل. لا كان في واحد عربي يا جماعه في الصبح، كان في واحد عربي، طلع في واحد عربي قبلي، بس الفكره ان هو ما كانش حد يعرف ان هو كان عربي اصلا، واشتغل لان اللغه بتاعته روسيه، صاحبي جامده، روسيه حلوه جدا، جامده قوي. بص جامده زي الروس يعني، حرفيا زي الروس. صاحبي الواد ده اسمه احمد عثمان، اي حد من كيرف لو في كيرف كده عارفه احمد عثمان. الواد ده حرفيا بيعرف يتكلم روسي زي الروس، انا يعني ما شاء الله بجد، حتى مشهور جدا وسط الروس، بيقولوا ان الروسي بتاعه حرفيا جامد في شخله حرفيا يا جماعه، تمام ما شاء الله. الواد كان بيذاكر وبيجتهد ولغه روسي جامده جدا. فهم البنت يوم ما قالت لي انت اول عربي بتشتغل، وبعديها يوم ما قابلت واد بتاعت كواد عربي، فيها اتصدمت لانها نفسها ما كانتش تعرف عنها ازاي عربي ده بيتكلم روسي كويس جدا. هي افتكرت ان هو من الاقاليم، اقليات اللي هو طاجيك وداغستان والكلام ده كله، لان اللي قدمه للشغل واحد طاجيكي اصلا، تمام، ومش هي المسؤوله عن الورق، فهي كانت فاكره اصلا طاجيكي، لانه كان بيتكلم روسي كويس جدا يا جماعه، فما كانش تعرف انه عربي. فالبنت قالت لي انت اول عربي، بس الفكره ان انا اول عربي اتسجل وواحده اشتغل بلغه اللي زي الزفت، والواد ده كان فعلا بيتكلم روسي كويس جدا، انا كانت لغه في فرق بيننا بين السماء والارض. كنت لسه جاي بالظبط. وهي الفكره كنتش تعرف حد بجد عربي، والفكره ان اللي قدمه اصلا الشغل واحد صاحبه، فاكر كان طاجيكي ولا من اوزبكستان، بس هي كانت فاكراه شغال هناك اصلا، لان الشخص ده برضه معانا موظف وكده، تمام، معانا كان في الجامعه الطبيه. بس بشكل عام اعتبر اول عربي، انا بقول دايما اول عربي لان انا فعلا اعتبر اول عربي، تمام. الولد ده مش ما بيتحسبش، الراجل ده بيتكلم روسي احسن من الروسي يا جماعه، وحد ربكم يا عم، وحد ربكم. كيف اشتغلت بتاع 8 شهور برجر كينج؟ لا برجر كينج قال لك تشتغل ايه؟ اشتغلت موفر، اشتغلت برجر لا اول شغل اشتغلت من الاخر كده، اشتغلت في برجر كينج وبرجر 3 اسابيع. وبرجر اللي هو ايه؟ بنضف بمسح ارض وبغسل مواعين وصواني من الاخر كده، جاي روسيا عشان اغسل صحن يا جماعه. اول ما قالت لك بركه قلت يا نهار ابيض، وبركه انا ما صدقتش طبعا صاحبي بجد، كنت فاكر تقريبا نائب مدير انا مش هشتغل بركه، لا اكيد هشتغل جامد. انا فاهم على فكره، وهشتغل. يلا
يلا قالت لي موافقه وهنشغلك، عايز اكتر من كده يا جماعه؟ موافق طبعا، اي حاجه. طبعا هنهزر. الصدمه هو بتبعت لي على التليجرام، بتبعت لي تفاصيل والله. كلمه اوبوركا بترجمها على جوجل، بكتب لي التنظيف، ما فهمتش برضه فبكتبها على النت. الصدمه بقى على النت كنت صغير. ناس لابسه مريالات يا جماعه، عارف المريالات بتاعت الحريق دي، لابسينها وبيمسحوا الارض. كانت صدمه عمري. لا بس ما فيش شغل حلال حرام، أوه، اللي هو حلال مش بس مش حلو مش اللي عادي. كان في دماغي ومش اللي كنت عايزه، ودي نقطه مهمه يا جماعه. تمام، بس عامه اشتغلت وقلت عادي هشتغل في المطبخ، وفعلا ده اللي حصل. كل ما اشوفها انا عايز اشتغل، لسه اشتغل معاكي. خد حاجه في تمام دماغك تزن عليها. بالظبط. وبعدين زنت كتير، انا ممكن مش تقول زن، بس يعني انا بتابع عشتها لغايه ما بعد اسبوعين، اسبوع وشويه قلت لها كل ما اشوفها. على فكره بالمناسبه انا حلم حياتي ان انا اشتغل معاكي، حلم حلم حياتي. حياتي. تمام، انا شايف نفسك فين كم 5 سنين؟ ان انا اشتغل معاكي. تمام، موظف. اشتغل مع لولا. حرفيا عرفتها في عشان لغايه ما قالت لي خلاص طب تعالى نجرب ومش عارف ايه والكلام ده كله. وانا لما كنت مزنت عليها قالت خلاص يلا. تمام، واشتغلت ورحت، وكان احلى شهرين شويه قضيتهم في حياتي بصراحه. تمام، طباخ. طباخ. فلوس بقى كانت عامله ازاي بقى؟ فلوس زفت، 120 في الساعه يا جماعه. يعني انت لو اشتغلت في 120 10 روبل؟ ساعات يعني 120 روبل، اشتغلت 10 ساعات يعني 1200. ساعتها في مصر كان الساعه يعني في الروبل بخمسه، يعني الجنيه بخمسه. فانا كانك باخد كام في الورديه في 12 ساعه؟ باخد مثلا 500 جنيه 200. 200 جنيه معلش، قليل. ثاني سؤال، لحد دلوقتي الساعه 120؟ لا ب 170. غليت يا جماعه بسبب الاقتصاد بقى والتضخم ومش عارف اللطافه دي كلها. انت بقى نقلت مدينه ثانيه بالظبط والجراد، بالظبط فتشوف بقى شغل تاني. بالظبط. فاول ما جيت كنت ناوي اروح اشتغل هناك برضه، بس واحد صاحبي قال لي KFC اللي هو في البارك هاوس زي ما كان يعني هنا، عايز ناس ما تروح تشتغل. وانا اسكت يا جماعه، لا قلت له يلا نجرب. انا اصلا كنت عامل حساب ان انا هروح في تحاليل بتتعمل الاول وهاخد وقت وهفكر ومش عارف ايه. المشكله انا رحت اشتغلت على طول اول يوم، وده ممنوع بالمناسبه يا جماعه. انت المفروض اول ما بتروح لا ما عشان ما بتشتغلش. يكونش عندك امراض معديه. بالظبط، هم شغلوني حرفيا ما فيش ناس، عالم ما فيه، عايزين موظفين باي باي طريقه. طريقه. فشغلوني بشكل غير قانوني بالمحبه كده بالحب. اشتغلت لمده 10 ايام لغايه ما خلصت التحاليل وخلصت كل ورقي وظبطه واشتغلت رسمي. والساعات دي بعدين كتبوها لي ان انا اشتغلت بعدين، فظبطوا لي الدنيا من الاخر يعني. تمام، بس ده اللي حصل. بعدين ايه تاني يا جماعه؟ بس خلصنا في KFC. لقيته ازاي بقى الشغل ده؟ مع واحد صاحبك؟ صاحبي واحد صاحبي. والفلوس عامله ازاي؟ كانت وحشه برضه، 135 في الساعه لحد الان؟ لحد الان. بس الفكره ان هو في خدمات زائدها، يعني بيدوك اكل. ده KFC وبرجر كينج بيدوك اكل. تمام، اللي هو وجبات وجبات. ببلاش. ده في اي مطعم دايما بيدوك وساعه وجبات. راحه تقريبا حاجه كده. ونص ساعه راحه مع الاكل، ولو لو بتشتغل اكتر من 8 ساعات بيدوك ساعه الا ربع، يعني مش كتير برضه. تمام، وبعدين كمان بيدوك تاكسي، يعني انت لو ماشي بيجيبوا لك تاكسي. بس ده لو كان بالليل. لو انت هتقعد لغايه الساعه 12 لا بيجيب لك تاكسي محترم. 12 بالليل اصلا مفيش اتوبيسات مفيش حاجه. مفيش مواصلات، هيجيبوا عندهم تاكسي على حسابنا. مفيش مواصلات بعد الساعه 11 اصلا و10. بالظبط، فبيطلبوا لنا تاكسي. وده احلى حاجه في المطعمين دول، بيطلبوا لنا تاكسي وحركات وتحس يعني روقان. تحس انك باشا سفير. مين بيعملها في مصر دي اصلا؟ واحد يمشي بيطلبوا له تاكسي. بس بالمناسبه KFC مش مقاطعه هنا في مصر. لان هو يا جماعه هو مش هو اتغير اسمه بالمناسبه، بقى اسمه روستيك. وكوكا كولا بقيت دوبريش اسمها ايه؟ وماك بقى اسمه ايه؟ كوسنا توتشكا. بالظبط. كل حاجه هنا اسمها اتغيرت يا جماعه، كل حاجه. احلى حاجه في روسيا دلوقتي انت بتروح تاكل ما بتفكرش اصلا عليه مقاطعه ولا لا، لان اصلا في روسيا ما فيش حاجه عليها مقاطعه. كل حاجه روسيه. كل حاجه روسيه حرفيا. فانت يخرب بيت العظمه يا اسطى. مطعمك حصل فيه اعاده تاهيل اعمار مش عارف ايه بالظبط، مش تصليحات، اعاده اعمار كامله. عشان كسر حيطان كان اسمه KFC وعايز يخلوه روستيك. فقال لك شيل كل حاجه. بالظبط. في مطاعم يشيلوا اتعمل لها بس، في مطاعم كويسه اتعمل لها بس الاصلاحات. لا احنا مطاعمنا بقى هيكسروا حيطان وهيكبروا منطقه الخبز اللي بص قصه كبيره كده احكي لكم عليها بعدين عشان وقت ما فيش وقت. فطبعا قال لك ما ينفعش تشتغل في المطعم ده، ممكن تشتغل في مطاعم ثانيه. وانا ما رضيتش. لان ليه انا بقى؟ عشان انا كنت ماشي قابلت واحد صاحبنا قال لي ما تيجي تشتغل معايا فين؟ في اسمه في كبابنك. المطعم الثالث اللي شغال صاحبي ده بقى نظام شغل تاني خالص خالص.